أبطال الصف الأول الإعدادي وحشتوني جدا جدا. معاكم تيتشر فاطمة سليمان، جايه لكم النهارده ومعايا خبر حلو. كتاب المعاصر نزل في المكتبة، وبصراحة متحمسة جدا جدا إني أعمل ريفيو للكتاب وأشوف الكتاب من جوه ونشوف إيه اللي عجبني فيه السنة دي وأقول رأيي بصراحة. يلا كده استنوني نعمل ريفيو مع بعض، تابعوني. يلا نعمل مع بعض ريفيو للكتاب. من كتر ما الحاجات عجبتني جوه الكتاب، بصراحة الكتاب جميل جدا. من كتر ما الحاجات عجباني جدا وخايفة انسى اعلق على حاجة او اعمل ريفيو عليها. بصوا انا عاملة ورق بين الصفحات علشان منساش حاجة معلقش عليها. بصوا صراحة الكتاب تحفة. تعالوا بقى اقول لكم ليه هشتغل من المعاصر. مبدئيا كده الاول الكتاب متكون من 3 اجزاء: الكتاب الاساسي، وكتاب كراسة المعاصر للمهارات اللغوية، وكراسة المعاصر للمراجعة والاختبارات. اوكي، تعالوا نبدأ كده مع بعض بالكتاب الأساسي. أول حاجة قدامك واضحة هي طبعا الجودة. الجودة مشهور بيها كتاب المعاصر، لا يعلى عليها بصراحة. شايفين قدامنا الجودة والطباعة حلوة جدا. تعالى بقى نشوف تقسيمة المنهج من جوه. يونت 1 lesson 1 و 2. هنا الكلمات واخدها بطريقة منظمة ومرتبة، بعد كده عامل لي exercise عليها. هنا الكلمات برضو جايب لي طبعا كلمات كتاب الوزارة، وجايب كلمات إضافية تساعد الطالب. شرح الديفينيشن جميلة جدا. هنا برضو عامل تدريبات عليها. هنا قطعة الريدنج وبرضو أسئلة. بص بقى هنا معايا الجرامر. كل مرة اجي اعمل ريفيو للكتاب دايما بقول ان المعاصر بيشرح الجرامر بطريقة تانية خالص. بحس ان الجرامر عنده الشرح بتاعه فيه يعني تحفة، مش محتاجة ان الطالب يحتاج لحاجة تاني. القاعدة موجودة، مش بيسيبه بس كده بالقاعدة وخلاص، لا ده كمان بيديله اسئلة كتير كتير قوي عشان يعمل عليها براكتس وتدخل القاعدة في دماغه باكتر من طريقة. هنا اكتر من طريقة للقاعدة. هنا find the mistakes ان انت تطلع الغلطة لوحدك. هنا هنعمل correct the mistakes، هنصلح الغلطة. هنا طبعا كان سؤال choose. هنا rewrite، هنعمل rewrite. تحفة بصراحة، الأسئلة جميلة ومتنوعة وجديدة. بعد كده عامل لي exercise على lesson 1 و 2. طبعا كمية الأسئلة بتساعد الطالب جدا جدا جدا. هنا lesson 3 نفس الكلام. تعالى بقى الجديد هنا ان هو عامل لي ايه word families، عائلات الكلمة. يعني مثلا كلمة زي work، بص جايب لك الفاميلي بتاعتها worker، homework، workbook، school work. حلوة قوي وفكرة جديدة وأول مرة تتعمل. عاملة هنا عليها ورق علشان منساش أعلق عليها. طبعا هنا الword families حلوة قوي وبتنمي مهارة الكلمات عندنا. هنا برضو exercise على lesson 3. كمية الأسئلة جميلة. lesson 5 و 6 برضو متناوله بنفس الكلام. الكلمات مرتبة منظمة، الكتاب منظم بيساعد الطالب ان هو يذاكر كده في هدوء. الألوان برضو بتفرق جدا على فكرة، ان الطالب يبقى مرتاح وهو بيذاكر في الكتاب وفي تناسق. الحاجات دي برضو لازم تتحسب للكتاب. بعد كده عامل لي ايه بقى؟ تعالوا كده نشوف مع بعض exercise برضو على lesson 5 و 6. وهنا طبعا ريفيو على اليونت، وبعدين عامل لي اكسرسايز على يونت 1. ليه بقى عامله لك هنا الورقه دي؟ تعالى كده نشوف في الاكسرسايز بتاع يونت 1 ما انساش يحط لك اسئله على الستوري. ما احنا عندنا ستوري في اخر الكتاب، عامل لك برضو عليها اسئله هنا علشان تتدرب عليها. اوكي، وهكذا طبعا متناول اليونتات بنفس النظام الجميل المريح المنظم للطالب وللمعلم. طيب تعالى نشوف هنا عاملين ايه. جاي بقى هنا عامل لي ريفيو 1، عامل لي مراجعه شامله كده على الجزء اللي فات ده كله. هنا دي ريفيو 1، عامل لي اسئله عليها بصراحه جميله جدا وعجباني قوي. بعد كده بادئ يونت 4 عادي ومكمل يونت 5 بنفس السيستم برضو. تعالى بقى هنا ريفيو 2، عامل لي الريفيو الثانيه للكتاب، مجمع فيها الكلمات واسئله وقطع بصراحه جميله جدا وعجباني. تعالى بقى هنا الستوري اللي في نهاية الكتاب، متناول هنا الشخصيات وعامل جمل عليها والأماكن والوقت وكل الكلام ده حلو قوي. ده أساس كده القصة، بيعرفك هي ايه هي المين كاركترز والكلام ده كله. جميلة جدا. هنا شارح القصة، الكلمات مترجمها
سايبك بقى كده يا بطل هنا تقرا القصة من غير ترجمة، وده حلو قوي ان انت الترجمة العربي مش تحتها على طول، بحيث ان انت تفكر وتشغل دماغك وتهتم بحفظ الكلمات علشان تفهم المينينج بتاع الجملة. فده حلو قوي. هنا بقيت شابتر 1. هنا بقى اعمل لك اسئله، الاسئله تحفه، عامل لك الكويستشنز والانسرز بتاعتها، السؤال والاجابه بتاعته، وده حلو قوي. بس طبعا بعد ما نقرا الشابتر الاول نطبق الكلام ده. جميله جدا جدا جدا. طيب بعد كده عامل اسئله على الشابتر 1. شابتر 2 نفس الكلام ونفس السيستم. هنا عامل سؤال وجواب للقصه بعد ما تقرا الشابتر. حلو قوي قوي قوي. طب اعمل لنا ايه كمان؟ المفاجآت ما خلصتش. المعاصر تحفة، عامل بجد في كتاب اولى اعدادي السنة دي بصراحة حاجة ما شفتهاش قبل كده. الكتاب فعلا تحفة. تعالى نشوف بقى اعمل هنا ايه. هنا الجنرال اكسرسايز على الستوري، عامل لي اكتر من موديل. طب عامل لنا ايه كمان؟ تعالى بقى نشوف. هنا عامل لي أسئلة بقى وتقييمات يومية، يونت 1 ويونت 2 ويونت 3. طب أسئلة يومية بس أو تقييمات يومية بس؟ لا طبعا هو متناول اليونتات كلها. جاب لي كمان التقييمات الأسبوعية بداية من الأسبوع الأول والتاني، ومقسمها لك التقييمات الأسبوعية. طيب دي حاجة جميلة جدا برضو. هنا عامل لي ايه؟ التقييمات الشهريه، دي اللي احنا كنا على طول بنلاقيها جوه الكتاب. يبقى هو عامل لك تقييمات، الحاجات الجديده بقى معايا، عامل لي تقييمات يوميه وعامل لي تقييمات اسبوعيه وكمان التقييمات الشهريه اللي احنا دايما بنلاقيها في الكتاب. بصراحه ما سابليش اي حاجه اقول ناقصه في الكتاب او انا محتاجاها كتيتشر عشان اشتغل مع الولاد اللي معايا. الكتاب بصراحه مريحني جدا، في كل حاجه متكامله. بصراحه 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 كتاب اولى اعدادي تحفه. طيب في ايه كمان هنا؟ هنا هنتكلم عن كراسة المعاصر للمهارات اللغوية. الكراسة طبعا فيها شرح للجرامر وتلخيص للجرامر وازاي تتعامل مع سؤال المحادثة. فبص هنا مسهل لك الدنيا وملخص لك الحاجات عشان ما تنساش اي حاجة. دايما بيكتب لك على طول كده الكويستشن ووردز، كلمات الاستفهام والترجمة وتستخدمها امتى. فحلو جدا. وبرده تطبيقات على اليونتس حلو قوي، هيخليك دايما تطبق، تخلص يونت وتطبق عليها. بصراحة مش هتحتاج اي حاجة تاني. جميلة جدا. طيب تعالى نشوف هنا بقى. دي كراسة المعاصر للمراجعة والاختبارات تحفة. تعالى بقى هنا متناول سؤال الليسننج بيدربك عليه بأكتر من موديل. بعد كده جايب لك سؤال الديالوج، بصوا. بعد كده متناول معايا الكلمات بقى، ملخص الكلمات يونت 1 ويونت 2 ويونت 3، والمنهج كله طبعا متلخص في الكتاب. الكلمات بتاعته اهم الكلمات. بعد كده برضو جايب لك الجرامر تاني بيفكرك بيه عشان وقت الريفيجن وقت الامتحانات تقدر تستخدم الكراسة وتراجع منها. بصوا متناول كل حاجة والأسئلة وملخص لك أهم الجرامر وأهم الكلمات. أنا محتاجة إيه تاني؟ بصراحة مش محتاجة أي حاجة تاني. وأنت كطالب المعاصر أنا برشحه جدا جدا. أنا شخصيا هشتغل منه. الكتاب بصراحة مش هيخليني أحتاج لحاجة إضافية، ومساعدني كتيتشر إن أنا أشتغل، مسهل عليا أسئلة. مش هحتاج ان انا اقعد ادور واجيب اسئله مثلا بطريقه اعلى او طريقه اسهل. لا الكتاب مناسب لجميع المستويات. فبصراحه شكرا كتاب المعاصر، واتمنى لكم مزيد من النجاح ان شاء الله. استنوني في ريفيو جديد لمرحله جديده. جود باي.